بس حاول تلففه بحيث يجي كده. يلا بس ده الكلب الكنجال يا جماعه. الكنجال التركي ده او كنجال روسي؟ لا، تركي. تركي. انت عارف ان في صاروخ اسمه كنجال؟ سمعت. انا ما بنسمعش دلوقتي الا الصواريخ والله لا، في صاروخ فعلا اسمه في كنجال. صاروخ اسمه يعني كنجال. هو سموه على اسم الكلب ده. ده حقيقي. ده صاروخ روسي. تمام. ايه الكلب ده بقى؟ كلب كنجال ده مش موجود اصلا في مصر كتير. ما بشوفوش. مش موجود كتير، وكانوا مربيينه او منتجينه قليلين. الكلب البلدي بتاع تركيا، كلب راعي، بيحرس قطيع، بيحرس ماشيه. بيستخدموه في تركيا وفي أربيجان، في صراعات الكلاب، في خناق الكلاب، النزالات بتاعت الكلاب والمسموح عندهم. طبعا نزاعات الكلاب دي ممنوعه عندنا، اللي هم يدخلوا كلاب وتتخانق وبتاع، فايتات. فايتات كلاب. كلاب عنيفه جدا. كلاب كلاب شرسه جدا تجاه الحيوانات. الا ان عيبها من العيوب اللي انا بسجل ان هو عيب، ان هو مش كلب شرس للغرباء يعني. يعني هو يحرس قطيع ما يحرسش مكان. ده برضه وجهه نظري. ممكن حد يقول لك لا كلام مش مظبوط. طبعا لكل قاعده شواذ، وهتلاقي كلاب شرسه. لكن في الاغلبيه العامه الكنجال كلب بيحمي قطعان، ما بيحميش تريتوري يعني. ده الكلب البلدي التركي بتاع تركيا يعني. بصوا يا جماعه الكلب البلدي بتاع تركيا عامل ازاي. بيطول عن كده ولا ده كده كمان؟ لا متهيألي كده. في طبعا كلاب اطول من ده. في طبعا كلاب موجوده في تركيا اطول من ده، وفي كلاب في مصر اطول من ده. لكن ده الطول الطبيعي بتاع الكلب التركيش كنجال. ده بتنصح بتربيته ولا؟ هو كلب سيف جدا، امين على الاطفال جدا. بنصح بتربيته للناس اللي عندها مزارع، ان هو يتربى في مزرعه. طبعا من الكلاب الحلوه جدا في المزارع وحراسه المزارع. بصوا يا جماعه، لا ما شاء الله. يبقى كده في الاكس لارج بريد دي تقريبا هي 4 كلاب، اكبر 4 كلاب موجودين في مملكه الكلاب يعني. من حيث الحجم. ودنه بتبقى مقطوعه كده ولا بتولد كده ولا؟ لا بص، هو يعني كان في تقليعه روسيا في الالباينو بيقصوا ودان وتلتين الديل. تركيا بيقصوا الودان بس وبيسيبوا الديل، لان طبعا في البايات بيبقى نفس اللون ده، فهم بيميزوا بعض بكده يعني. ده يبقى مقصوص ودان وديل، وده مقصوص ودان بس من غير ديل. فطبعا ده بيتقص في عمر 4 ايام 5 ايام. بيتقص ازاي؟ بيتقص بوصافه مقص، بيتقص وبيتكوي بمكنه لحام. طبعا الكلاب ساعتها ما بيبقاش فيه الاعصاب، ما بتبقاش موجوده في الودان، فالجرام ما بتحسش. زي العرف بتاع الحصان كده. هي الميزه منه ما بيحسش بيه. هي لو كبر بقى 4 شهور هتحتاج تدي بنج بقى عشان تقص. في الحاله دي هتلاقي بقى صديد والتهابات ومضادات حيوي وكده، لكن هو صغير بتلتئم في يوم يعني. دول يا جماعه اقوى 4 بريد موجودين في مصر.